السلام عليكم، أهلا وسهلا حبوباتي الغاليات، ميماتي الغزالات الفنات. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التقديه ديال اللحوم، غادي نشارك معكم التحضيرات ديال رمضان. فين وصلتوا اختي في التحضيرات ديالكم؟ واش بديتوا ولا مازال باقي عكزانين مع هذا البرد؟ المهم اختي داكشي اللي درت انا ان شاء الله غادي نشاركو معكم في هذا الفيديو، والتتمه غتكون في فيديو واحد اخر. المهم راني قسمت لكم التحضيرات على حسب مراحل وصافي. المهم اختي غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف 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 على الثقه ديالكم، شكرا على الدعاء ديالكم، شكرا على المسانده ديالكم. والله العظيم الا اش غادي نقول لكم، كتفرحوني بالتعاليق ديالكم، كتفرحوني بالبارطاج ديالكم، بالهضره الزوينه، بالدعاء، بالنصائح. والله كنستافد منكم بزاف بزاف بزاف. لهلي خطيكم عليا، لهلي خطيكم عليا، احبكن في الله. هنا غادي نقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الرزق والتيسير. هذا وقيله كان يوم السبت على ما اظن، لان كان ما صبحش ليا الخبز هذاك النهار. المهم كان ما صبحش ليا الخبز، وراكم عارفين كنت مازال عيانه. هذا راه النهار قبل ما نحط لكم داك الفيديو ديال فاش نهضر لكم على المرض وداكشي، قبل الصراحه كنت مصوره هذا الفيديو. كنت مازال ما تقديتش الخضيره، غتشوفوني دايره الفلفله خضراء مع البيض ومع الليمون. واحد النقطه البنات غنوضحها لكم، بزاف الاخوات اللي قالوا لي ما تشربيش الليمون، ما تاكليش كاع الحمضيات، راه زعما الناس اللي مرض بالمعده ممنوع عليهم الحمضيات. ومهم هادشي كامل، والفلفله وداك الشيء راه كله واعر على المعده. البنات انا راه ما كضرنيش الماكله في المعده بصفه نهائيه. راه غادي ندير لكم فيديو غنهضر لكم على القولون وعلى هذا الشيء كامل، اشنو درت بزاف ديال الحوايج. انا ما تضرنيش الماكله في المعده، كيضرني فيها الاعصاب، التوتر، الاعصاب وهما اللي تيضروني في المعده. راه جربت بزاف ديال الحوايج، وجربت الريجيم، وجربت فلقيت ان الحاجه الوحيده اللي كتخلي لي المعده مهدنه هي مني كناخذ دواء ديال الاعصاب، كنرتاح، كنبعد على ستريس. راه شوفوا في هذه الفتره مثلا اللي كنكون مريضه، راه ربما غير تعليق واحد يقدر يكون فيه غير شي حاجه بسيطه تقدر تبان للناس بسيطه، يقدر اني ياثر فيا، فهمتوا؟ ولكن دابا الحمد لله انا تجاوزت هذا الشيء، اللهم لك الحمد والشكر. هذا ماشي موضوعنا، نخليه الموضوع اخر ان شاء الله. هنا دابا اختي غنقول لك الحادقه الغزاله الفنه، فين وصلتي في تحضيرات رمضان؟ انا اختي هنا راه شدني الملل تا الليل. صافي كنت ساليت، خرجت من الكوزينه، جلست شديت تليفوني وبقيت كنقول دابا انا غير شاده التليفون ونوضي قضي لك شي شغل نوضي تابعك الروينه ديال سلو، تابعك شحال من حاجه. ايوا صافي اختي وانا نوض في الليل تقريبا، هنا راه اذان العشاء. قلت راه غسلت كاوكاو هو الاول، كاوكاو الغليظ، ودابا تنغسل في كاوكاو الرقيق. شوفوا البنات كتكون الغبره ما كتعرفوش شنو كاين، راكم عارفين اللي كاين اختي. اللهم ندوزو هادشي من الماء واخا غير تشليله خفيفه. المهم كتكوني مرتاحه وكتقولي راني غسلت بعد هادشي ومتاكده انه نقي. صافي غسلت كاوكاو الاول، غسلت هذا حتى هو. هنا في هاد الاثناء راني دايره الفران تيسخن، الفران ديال الضو، من الفوق ومن التحت على اعلى درجه، كنشعلو على 300 درجه. صافي اختي وغادي ندخلو الفران، غادي نحمر كاوكاو وغادي ندوز في هذيك الاثناء اللي كاوكاو تيتحمر. انا غادي نغسل عاوتاني الزنجلان، غنغسل الزنجلان بجوج الانواع ديالو، هو بجوجهم رومي، غير واحد كنت خديته العام اللي فات البنات باش تعرفوا راه ما تيخسرش في المجمد. الزنجلان كنت خديته واحد بقى عندي من العام اللي فات، كنت خديته بكميه كبيره الا عقلته العام اللي فات، خديت كميه كبيره ديال الزنجلان. صافي وبقى عندي هذا الكيلو ما خدمتش به، هو هذا اللي بيض داير بحال الابيض شويه. صافي وهذا العام خديت هذاك الكيلو، وكنت كناخذ ديك رابعه نص كيلو، هذوك راه كنخدم بهم في الكوزينه. المهم الا احتاجيتهم للقرص ولا شي حليوه ولا شي حاجه. صافي هنا يا اختي الطريقه ديال غسيل الزنجلان، راه كتبداو كتهزو هكا من الفوق، وداك الحجر كيحت لتحت. الحجر الا كان في الزنجلان كيحت لتحت، ولكن غتشوفوني انا هنا
غنهز شي حاجات من الفوق وغادي نديرهم في ديك الشبكه. علاش؟ هاد الزنجلان هذا لقيت فيه واحد النبته اولا واحد الزريعه مدوره مكركبه، عرفتي، مجدوم بها، مجدوم يا اختي بها. عرفتي كي داير، عامر 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 بها بزاف. هادشي علاش عزلت هاد الشويه درتو في الشبكه، لان عامر بزاف. صافي غادي نحيد هاد الشويه من الشبكه، غنصفيه زعما في الشبكه، وعاد غادي نبدا نهز من الفوق وكنصفي. راه الطريقه واضحه وباينه. نوضي اختي الا باقي فيك شي عكز، نوضي حيدي عليك الزنجلان، راه هو اللي تياخذ الوقت. شوفوا، راه كاوكاو ساهل، اللوز ساهل، كلشي داكشي الاخر ساهل. عندك الزنجلان وعندك حبه حلاوه والنافع، هادو اختي هما اللي متعبين، وخصوصا الزنجلان لان تيكون بكميه كبيره. بحال اللي كدير مثلا كميه كبيره 2 كيلو بحال كما غتشوفوا معايا انا. كنديرها معكم كل عام، ولكن هذا العام كاين واحد التغيير بسيط. المهم غادي تنوصلوا اختي ونشاركوا معكم. كاين واحد التغيير بسيط جدا اللي غادي نحاول انني نشاركه معكم باذن الله تعالى. هنا تنوريكم. شوف، هذا راه ماشي حجر، هذيك الزريعه اللي قلت لكم هي اللي لقيت فيه. اما الاخر اختي غالقه فيه الحجر، الاخر فيه الحجر شي شويه، ولكن راه كلشي مع الغسيل تيبقى في البانيو. ايوا المهم اختي الفيديو موضح نفسه كما قلت لك. نوضي حيدي عليك العجز. بحال دابا انا راني حبست من الحكانه الماعن والتخمال الكوزينه وداكشي، لا حبست، خليت. دابا غادي نحيد عليا الزنجله. المهم هاد الفيديو غتشوفوا معايا الغسيل والتحمار، وفي الفيديو الجاي راني المهم بلا ما نحرق لكم مراحل راني تقريبا اختي نقدروا نقولوا راني قربت. مازال ما كملتش صراحه، ولكن قربت، بقات لي خطوه صافي اختي. وغادي نجمع السلو ديالي. ماشي بعيد اليوم اللي كندير لكم مونتاج اللي غتشوفوا فيه الفيديو نقدر نكون درت المرحله اختي الاخيره. نقدر نكون درت المرحله الاخيره. المهم هادشي اللي كاين صافي. هنا هذا كنغسلو بحال هكا، هذا ما فيهش ديك الزريعه، ولكن كتلقاو ديك الحبه الكحله عذباتنا في التنقيه صراحه. دابا راه كملت وصراحه في التنقيه. ايوا المهم كنمشيو بشويه بشويه. عرفتوا اللي ما عنده عوين، واخا بيني وبينكم شوفوا والله ما كنت عارفه انا جاي عندي شي حد ولا. غسلت الزنجلان، حمرته صافي. النهار الاخر بديت كنقي، والله لو انا كنقي فيه صافي. تا عيطت لي اختي قالت لي راه الوالده عيانه شي شويه. المهم كنطلع ليها الطونسيون وداوها مشات اورجون في الليل وما قالتهاش لينا صافي. المهم اختي جات عندي دابا، عاودت شافت طبيبه القلب، ودابا راه كاينه معايا. هادشي اللي عطا الله. ايوا اختي عاونتني في الزنجلان، ما كذبش عليكم، نقات معايا الحمد لله. انا كنوريكم. شوفوا هذا، شوفوا الحجر، شفتوه؟ راه وريته لكم صافي. المهم كما قلت لكم عاوناتني في هذا الزنجلان، نقيناه. بقى لينا غير شي مراحل قليله ان شاء الله، وغادي نشارك معكم التحضيرات، غنشارك معكم معسلات. نتمنى يا ربي نقدر انني نتوفق ونحط لكم لي فيديو في الوقت. عرفتي دابا راه درت لهم سيلونس. قلت لهم ما نسمعش شي واحد كيهضر، خليوني ندير المونتاج باش ما يتسمعش هي الضجيج. عرفتوا راه تبارك الله ما شاء الله تيبداو يتغاوتوا ويهضروا. هنا راه كنت كنوجد وفي نفس الوقت كنسخن العشاء. عرفتوا ديك الايام انا اغلبيه اختي كنتعشى بالخبيزه، كتحمقني الخبيزه، وخصوصا في الوقت ديالها. وسبحان الله شوفوا صايبتها معكم المره الاولى والثانيه والثالثه، وانايا ما كنتش عارفه ديك الساعه راه عندي شي نقص ولا شي حاجه. وبقيت كنأكد لكم وكنقول لكم استغلوا الخبيزه وكلوها في هذه الوقيته، راه زوينه، راه مفيده، راه هذا. وسبحان الله العظيم حتى لقيت داك النقص. بالنسبه للاخوات اللي كانوا قالوا لي شي اخوات مساكن باللي عندهم نقص بزاف في الخزان الحديد، وصل لهم 5، وحده قالت لي وصل ليها 3، واحد الاخت قالت لي يمكن بنتها وصل ليها 1. والله العظيم فاش قلتوها لي اختي حسيت براسي بخير، حيت انا راه ما عنديش نقص بزاف، عندي 18. نورمالمون 18 راه ما ناقصش بزاف، ولكن الحمد لله انا اختي غاديه بالدواء. متبعه داكشي اللي قالت لي الطبيبه كما هو، ما تنشربش اتاي ولا قهوه حتى العشيه. ايوا صافي هادشي اللي كاين الحمد لله. شوفوا البنات حسيت براسي شويه. المهم بعدا مني حطيت لكم داك الفيديو سبحان الله وكأن دوك التعاليق اعطوني واحد القوه، واحد الطاقه ايجابيه. والله لهلا خطيكم عليا، لهلا خطيكم عليا اختي.
احبكن في الله. هنا راني حمرت كاوكاو حيدتو اختي، قالت لي بنتي راني نقيه درتو في الطبق، كل نوع درتو في الطبق صافي وعطيتو لها، بقات منها كتلعب فيه ومنها كتنقيه. قلت لها جيني تسخني يدياتك بهاد الكاوكاو ومنها تنقيه ليا. صافي النهار الاخر هكا نفضو وطحنتو. صافي يا اختي هنايا شوفوا لي البخار تيخرج من الزنجلان، يا سلام يا سلام يا سلام. هنا صافي كنت غير حمرت الزنجلان وطفيت عليه وخليته في الفران حتى النهار الاخر. وغادي نوريكم واحد الوصفه نسيت ما قلتهاش لكم في الاول. واحد جوج وصفات اختي بالنسبه لي وليداتهم هكا عندهم الكحبه صعيبه. الكحبه نيت خطيره اختي. هنا رانا يدي في الزنجلان واختي وبالي مع ولدي كانت فيه الكحبه نيت وباقا فيه صراحه، ولكن كنحاول هكا ندير ليه وصفات لي طبيعيه. درت ليه هنايا البصله، حكيت البصله وغادي نصفيها. هنا راه غادي نعاود نصفيها البنات، هانتوما غتشوفوني غنصفيها في الكاس وغادي نضيف عليها معلقه، شفتوها راه صفيت الماء البصله في الكاس، غنضيف عليها معلقه صغيره ديال العسل وغادي نعمر على الكاس بالماء طايب، الماء سخون شفتوه. غادي نخلط كيدفى الماء غير واحد شويه، يبقى سخون، يبقى نيت سخون وتشربوه، غير ما تشربيهش طايب بطبيعه الحال، يكون مهم فيه السخونيه واحد شويه صافي. ويشربوا هكا الوليد ولا البنيته ولا نتوما ولا البصله، راه سي ان انتيبيوتيك اللي خطيره البنات. بقاو تعتمدوها في الوصفات ديالكم هكا خصوصا في هذا البرد. عاوتاني اختي مني شافوا بابا تزير قال لي عرفتي شنو عاودي ديري ليه الحامض، قلت له ها انا جوج وصفات في نهار واحد، راه خصو يدير غير وصفه هكا ونهار الاخر ندير ليه وصفه. قال لي لا غير عاودي ديري ليه الحامض. ودرت ليه الحامض والعسل والماء سخون عاوتاني. وبعد المرات البنات الا ما كان والو ديروا غير العسل والماء سخون، ولكن انا تنفضل يكون معاه الحامض ولا تكون معاه البصله. صافي هادو هما جوج وصفات اختي اللي صراحه زويونين وكينفعوا هكا في البرد. وهنايا هاد الفيديو ديال اللحم راه كان قبل من هاد الشيء كامل، غير خليته لكم انايا تلصقتوا مع هاد الفيديو. هنا فاش كان قلت لكم راجلي مشى السيمانه اللي فاتت، مشى للدار عندهم ومني كان جاي في الطريق جاب لي معاه اللحم، خدا كيلو. هنا كيلو البنات، عاوتاني اختي يجيو شي وحدين يقولوا لي هذاك راه 3 كيلو. هنا كيلو ديال اللحم ب100 درهم، خداه من سيدي بوعثمان. وخدا تما نص كيلو ديال الكفته ب60 درهم، يعني في المجموع 160 درهم. ايوا صافي اختي، المهم راه جا قال لي، قلتها لكم واقيلا في شي فيديو، قال لي راه ليا فلوس اللحم. انا راه غير تسخرت لي، قلت له انا ما قلتلكش جيب لي اللحم. قال لي شوف نسمح لك فلوس الكفته وعطيني غير فلوس اللحم. ايوا صافي وانا نقول له شوف ما تسمح حتى شي حاجه، راه اصلا انا خلصت لك الضو. كيصوني ليا التليفون تا نسالي ونجاوبك. قلت له شوف انا راه خلصت الضو تقريبا نيت هي هذيك 150 درهم، صافي ما تسالني ما نتسالك. ايوا هادشي اللي كاين اختي، الحساب. شكون اللي كيدير هاد اللقطه اختي؟ شكون اللي كدير هاد اللقطه هي وراجلها؟ شوفوا ضروري من الحساب بلا ما نخبيو. ايوا هادشي اللي عطا الله، الحمد لله والشكر لله. صراحه ما بيناتناش الحساب، غير تنضحكوا. وهو دائما فاش يتقدى تيقول لي عاري ليا الفلوس واش انا عطيك المصروف ونتقدى مازال. ولكن شي مرات كنزرب عليه الا جاب لي اللحم ما قلتهاش ليه تنقول له انا ما قلتلكش جيب لي اللحم، انا عندي الفريكو عامر بالدجاج. صافي انا درت الملحه، البزار، لا بودغ ديال الثومه، ودرت التحميره والاعشاب منسمه. صافي وغادي نكركب اختي ديك الكفيته ديالي، غنكركبها بحال هكا صافي وغادي نوجدها. المهم غادي ندير 3 ديال لي باغكيت غنديرهم في الفريغو. هاد الكفته هذه راه استهلكت منها النهار الاخر درتها ليهم في العشاء. راه كنت صورتها معكم فاش كان لاعب المنتخب السيمانه اللي فاتت ماشي هذه. صافي والنهار اللي من مورا عاوتاني كنت غاديه للحمام وطيبتها ليهم هما في العشيه ومشيت. قلت لهم هانتوما داروا بها الكوتي اختي ماشي العشاء. كنت مطيبه انا الخبيزه ومهم وجدت لهم كاسكروط وطيبت لهم طويجين هكا ديال الكفته. قلت لهم المهم غير كولوها انا راه ما بغيتهاش. ومشيت اختي ضربتها بواحد التحمحيمه
وجيت هنا يا اختي. غادي نقول لكم بانه هذه هي التقضيه الوحيده اللي تقديت انا في شهر يناير، وغير حين راجلي مشى وتقدى، اما راه ما كنتش غادي نتقداها. والله العظيم البنات مازال تنديباني بداك الدجاج اللي عندي. كنجبد مره جنيه وحياه، راه غنشارك معكم شنو كنطيب. مره كنجبد جنيه وحياه، مره فخيضات، مره الصدر، مره داكشي اللي قسم الله وكنطيبو. المهم اختي دايره تحدي مع راسي انه هذا الشهر غيكون بدون لحوم، ولكن ماشي بدون لحوم زعما ما غناكلوش اللحم، لا، بدون تقديه ديال اللحوم، يعني ما غنتقداش اللحوم. ولكن مني راجلي جاب هاد اللحم بطبيعه الحال اختي نقول ليه لا اختي، نقول ليه ما تجيبش اللحم، لا لا يمكن. حيت عارفنا صراحه عزيز علينا اللحم ديال سيدي بوعثمان ولا هكا ديال الصخور رحمنا كيعجبنا. ايوا هادشي اللي كاين هنا. نقول لكم اختي نتمنى لا فيديو يعجبكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا، نتمنى اختي نكون درت فيك الطاقه الايجابيه، نكون درت فيك شويه ديال الحيويه. ونطي اختي غسلتي داك الزنجلان هو اللي كيشد الوقت. انا راه ما درتو لا في الشمس لا والو، راه مباشره كنحطو فوق الزيوفه على ما ساليت حيدت دوك البانيوات درتو في الطاوات وكندخلوه هو فازق. كندخلوه هو فازق للفران، راه دغيا تيتحمر دغيا تينشف. ما تخافوش البنات من الزنجلان. وهاد الطريقه كنشاركها معكم كل عام، كل عام كنشارك معكم هاد الطريقه انني كندخل الزنجلان مباشره بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السطح وما عندهمش فين ينشروا هكا الزنجلان. صافي هادوك الطريفات راه غنصب بهم الخرشوف. كنت صورت الفيديو وانا نقول بلاش ما نحطو لكم اختي، عيقت عليكم باللحم بالخرشوف. ايوا صافي هنايا غادي نقول لكم اختي مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. احبكن في الله ولا اله الا الله محمد رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. الى فيديو اخر ان شاء الله.